بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عدم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إن للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما، وهو صفوة خلق الله صاحب المقام المحمود والحوض المورود. به هدى الله الخلق إلى عبادته وأرشدهم إلى طاعته، والصلاة عليه من أعظم القربات ومن أفضل الأعمال عند الله. إخوة الإيمان، إن المستفيد من الصلاة على النبي هو المصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم صلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. فأنت يا عبد الله المستفيد، لأن الحي القيوم يصلي عليك إذا صليت على خليله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الصلاة على الرسول وسيله لأمته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة، فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت عليه الصلاة. رواه الحاكم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق كلهم، فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة، فليس أحد من أمتي صلى علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، صلى عليك فلان، فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحد عشرا. رواه الطبراني. عباد الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم، ويكفي في ذلك إن الله جل وعلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وملائكته الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وخيار الأمة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه. أما صلاة الملائكة والناس فهي الدعاء والاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، لقد ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة، ومن ذلك قول أبي بن كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال فقلت الركن؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أبي فقلت الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أبي فقلت أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. أيها المسلمون، وينال العبد من ثواب الله وكرامته ومغفرته وصلاته بسبب صلاته على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ما يشاء الله أن يناله. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. أخرجه أحمد. إخوة الإيمان، وجاءت السنة بتأكيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة،
فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم الجمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة أخرجه البيهقي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه نفخ وفيه صيحة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت يعني بليد. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه أخرجه الترمذي. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.